دكتور، لدينا هنا سؤال جاء عن طريق البريد الإلكتروني، يعني بالرغم من أن السؤال ليس على علاقة مباشرة بالموضوع لكن نتناوله. نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا الفاضل محمد المسعري، لدي سؤال يؤرقني حقا منذ مدة ولم أجد له إجابة إلى الآن. آمل منكم شيخنا أن تجيب عليه مسهبا، فالإجابات المختصرة غالبا لا تشفي نفسي، وجزاكم الله خيرا. يقول السؤال: حديث بعث النار باختلاف رواياته، سواء التي ترمي الجاهلية التي بين النبوات أو التي ترمي يأجوج ومأجوج بأنهم أكثر بعث النار، أيهما الأصح إن كان الحديث صحيحا؟ ومن هم يأجوج ومأجوج؟ وهل العدد يتناسب مع رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت رحمته كل شيء؟ إذا رأيتم السؤال غير مناسب للإذاعة رجائي الإجابة. نعم، ما في شيء غير مناسب للإذاعة أبدا. نعم، ما في لا من الأمور لا بعث النار ولا أمور الجنسية ولا كلها أمور مناسبة للإذاعة، لأن ليس في لا حياة في الدين. نعم. مثل قال الألفاظ المختلفة توضح طبعا إنه اسمه دي إن الحديث طبعا في جانب بلاغي. يقال لآدم أخرج بعث النار من ولدك من كل 1099، في رواية من كل 199، من كل 1999. طبعا قد يكون هذا من باب المبالغة المجازية، يعني الغرض منه التخويف من النار، وأنه نسبة أهل النار أكثر من أهل الجنة. قد يكونوا هم الأكثرية بسبب أنه سهولة السياق مع الدنيا وفتنها وإلى آخره. فما نبغى ندخل في هذا الجانب، هذا جانب فلسفي يتعلق هل هو المقصد البياني هنا هو التنبيه على مخاطر النار والحريص عليها، أم المقصد هو تبيين أنه أكثر نسبة ليسوا من الشعوب اللي في منطقة النبوات اللي هي البلاد العربية والى آخره. تخوف الصحابة أن يكون هذا منهم، فقالوا لا، أكثرهم من يأجوج ومأجوج. الأرجح أن يأجوج ومأجوج، مش الأرجح، الواقع أنهم ليسوا قصة تسمعها عن كائنات لها إذن عريضة وينام على إذن ويغطي بإذن، والخرافات هذه اللي عند العوام هذه كلها خرافات ما لها أساس. إنما الحديث الصحيحة والثابتة أنهم من جنس الترك، وإذا نظرت لواقع العالم وأنهم منغلقين على أنفسهم والى آخره، فواضح تماما أن نتكلم هنا عن الشعوب بصفة أساسية الصينية والكورية واليابانية. هذا هو الأرجح. وأخبرني أحد الإخوان مرة أنه طلع على بعض الوثائق التاريخية تدل على فيه قبيلتين في الصين اسمهم جوج وماجوج أو يأجوج وماجوج من قبائل الصين، فأطلق على الشعب بأكمله اسم القبيلتين الأشهر اللي كانت تغزو تحتك مع الشعوب المجاورة. فهذا هو. بالنسبة لتفاصيل مسألة بعث النار والألفاظ يبغى لي أجلس عليه وأحررها، ما هي في خاطرة في بالي، أنا ما شفت فيها إشكالية، ما فيها تعليق. رحمة الله مفتوحة، لكن إذا هؤلاء رفضوا النبوات، ولأن مثلا معروف أن بلاد الصين وهذه البلاد معروف أنها عموما تميل إلى رفض النبوات وتتبع دين يعتمد على تأليه الأجداد وأزلية العالم ويسموه قيم أخلاقية حقت كونفوشيوس. هذا المنتشر هناك. لكن لا ننسى كمان الهند ينتشر فيها وثنية طاغية، صحيح، كذلك بالنوع قبيح مع وجود قيم أخلاقية معينة وهكذا. فيعني قد يكون يحتاج إنسان يدرس الألفاظ المختلفة ويشوف ما يحررها ويشوف ما الجانب المجازي والجانب الإرشادي والجانب الخبري منها حتى. لكن هذا هو تقريبا أنه ليست هذه الأرقام بالضرورة على ظاهرها فعل من كل 1099 وإلى آخره. يعني بدليل خذ مثلا إذا نظرت العالم ربع العالم مسلمين وسيزدادون مع مرور الزمن، وعندما يأتي عيسى بن مريم يكون تقرض الأديان الأخرى، المسيحية والنصرانية والمسيح اللي يسمى نفسها مسيحية واليهودية. بعدين يروا المسيح وتتضح الأمور وتستخرج كتب كانت غير موجودة وتأتي وثائق تاريخية لم يعهد أحد. فمعنى هذا سيكون الإسلام هو اللي ينتشر في الأرض ويكون له الأغلبية فترة من الزمن. والأصول القديمة مع كثرتها العدد الناس البشر قليل، فهذه الأرقام غالبا مجازية، بس يبغى له يثبت منها ويتثبت بالأحاديث. نعم. ويشوف هل هي يعني ممكن يستنبط منها أمر عقائدي ملزم ولا ما هو، فما لها مراجعة يعني. وماذا يا دكتور عن الجاهلية التي بين النبوات؟ كذلك الجاهلية بين النبوات هو الأساس، القاعدة الأساسية أن كل من لم يصله خبر من الله على نحو تقوم به الحجة فهو ليس معرض للخطر في الآخرة، إما يعطى فرصة أخرى أو يعفى عنه حسب ما جاءت حديث مختلفة، إما يفاصل يوم القيامة. أما من قامت عليه الحجة وبلغته رسالة الله بشكل يقوم عليه الحجة وقيام الحجة هذا ما يعلم به الله، هذا المبدأ الأساسي.
طبعا تفاصيل بعضهم يدخلوا في تفاصيل، يسألون عن الأطفال وعن اللي في غابة الأمازون، كل هذا كلام تفريعي ليس له معنى. القاعدة واضحة أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الناس قالوا، طبعا أنا أعرف أن بعض الناس قالوا إنه حديث إنه أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدوا على أنفسهم لست بربكم، قالوا شهدنا أن تكونوا وكان هذا غافلين. بعض الناس قالوا إن هذا كافي يوم القيامة، إنه بهذا قامت الحجة، بس هذا غير صحيح، لأن هذا ميثاق الفطرة وليس في حالة الوعي، ليس كافيا في حالة الوعي. لو كان هذا صحيحا ما كانت جاءت أحاديث كثيرة عن أنه يأتي الأعمى ويأتي المجنون ويحاجز يوم القيامة. هذا عنده نفس الفطرة، ومجرد وجود الإيمان بالربوبية في النفس فطريا لا يكفي لقيام الحجة كافيا. وبعض الناس قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني التعذيب في الدنيا، يقولوا هذا أضحض لحجتكم، إذا كان في الدنيا ما يعذب إلا بعث رسول، ما أولى في الآخرة اللي عذابها أكبر. فيعني كل هذه الحجج ليست شيء، وإنما الصحيح هو أنه من لم تقم عليه الحجة الرسالية. كيف تقوم الحجة الرسالية؟ هذا ما يعلم بها إلا الله. من بلغه بلاغا بينا ورأى الحق لكن رفضه، إما عنادا وإما لعنصرية أو قبلية أو كسلا. كثير من الناس قال يوصل الحق ويقول والله هذا صحيح، نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكن إذا دخلت في الإسلام نشأت لي إشكالات، اضطريت أن أنفصل عن مجتمعي، تلفظني قبيلتي، أفقد مزاياي الاجتماعية لنا في بلدي إلى آخره. فيفضل أن يبقى مؤجل الموضوع أو متقاعسا مترددا حتى يأتيه الموت. هذا قامت عليه الحجة مثلا، وهكذا. ولازم بهذا يعني يحمل نفس الحديث، ما يسمع والذي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. مش يسمع سماع مقيم للحجة، مش مجرد أي سماع. خير إن شاء الله. فهذه تفاصيل الأمر أهل الفترة وإلى آخره. طبعا في كلام كثير ونماذج مختلفة، وكان يبغى يشوف مثلا في ابن القيم عن أحوال الآخرة وإلى آخره، مثل الحادي الأرواح إلى بدل الأفراح، في أعتقد باب عن أهل الفترة وباب عن الأطفال وإلى آخره وماذا يحصل لهم في الآخرة إلى آخره. في حديث كثيرة، بعضها طبعا باطل وبعضها ثابت وبعضها ضعيف وإلى آخره. وحاول ابن القيم أن يلخص هذه الأقوال، وله كلام لا بأس به طيب، يستحق أن يقرأ. جيد.